ضيفي العزيز اللواء يحيى اللقاني، ولكن بعد الفاصل. اتحاد الكرة أصدر العقوبات، وأنا النهارده كنت بتظلم من يعني اتحاد الكرة النهارده أصدر عقوبات، وأنا المفروض أنا بتظلم من اتحاد الكرة. فهل ينفع إن أنا آخد عقوبتين على فعل واحد؟ أنا مش عارف. وبعدين النهارده المسؤولين في النادي الأهلي لما طلعوا قال لك إحنا لا نقبل عقوبات لجنة الموظفين. احنا نقبل عقوبات لجنه التظلمات. يعني مش فاهم ايه المغزى من كده. وبعدين النهارده احنا برضو مش هنقبل. النهارده انت بتقول لي دي لجنه موظفين اللي هي اتحاد الكوره، واللجنه الفرعيه اللي هي متعينه من لجنه الموظفين النهارده جايه تخلص العقوبه عليا. فانا بصراحه احنا بنقول بقالنا فتره كبيره، ويمكن استاذ كامل اتكلم واتكلمنا معاك، احنا بنقول مبادره تسامح عشان خاطر مصر وعشان خاطر. بس النهارده انت كده يعني الهدف بقى ان يعني نحط بنزين تاني على البلد ونولعها من تاني، ولا ايه المقصود؟ يعني لصالح مين بيحصل كده؟ يعني قرار شكله يعني متاخد لصالح اغلبيه مثلا، ولا مش فاهم؟ يعني ارضاء للنادي الاهلي؟ هل قرار اخدينه يعني ارضاء للنادي الاهلي ولا ايه الموضوع بالظبط؟ النهارده يعني لما عفوا يعني لما سياده النائب العام سياده وزير العدل ينزل يقعد مع 3 افراد من التراس اهلاوي مطلوبين ضبط واحضار، وتاني يوم المحكمه تتنقل القاهره، ماشي مفيش مشاكل، احنا متقبلين. هل هي دي الوعود اللي خدوها ولا في وعود تانية؟ انا مش عارف يعني الدنيا ماشيه ازاي، يعني انا عشان نبقى عارف. احنا برضو هنا في محافظه، واحنا قلنا قبل كده ان النادي المصري بيمثل لهم كل شيء. كشاهد الاحداث ممكن يعني تحط عقوبه ايه النادي المصري بعيد عن انت عضو مجلس اداره في النادي المصري او واحد من بورسعيد او كده؟ العقوبه السليمه اللي حضرتك تشوفها المفروض توقع على النادي المصري ايه؟ والله هو انا لو جيت فعلا، يعني لو جيت احط عقوبه وان انا هظلم النادي المصري، او ان انا اقصى حاجه اعملها من النادي المصري ان انا هثبت القرار بتاع اتحاد الكوره. لكن انا النهارده لو جيت من الاول، وانا قلت الكلام ده قبل كده، اللي يتعاقب في القصه دي بعد انتهاء المباراه، وبعد ما الحكم ادى 7 دقايق وقت ضايع، وبعد النهارده اللي تسبب في الاحداث ده الجمهور. انا عاقب الجمهور وعاقب الملعب اللي حصل فيه الحدث ده المفروض، يعني هو ده المفروض ان احنا كنا مستنيين. ولو كنت مكان اتحاد الكوره كنت هتوقع عقوبه ايه؟ هو ده اللي انا بقوله من الاول. يعني النهارده انت كمان الحكم النهارده انت جاي هيتحقق معاه ليه؟ بعد ايه؟ يعني عشان ايه؟ مش فاهم. وعشان ما ارضاش النادي الاهلي، ولا عشان ما كل الناس كانت شايفه الاحداث، وكل الناس شايفه المباريات اللي فاتت حصل فيها ايه؟ ما كانش بيحصل فيها، يعني ما حصلش في خلال الماتش او في خلال المباراه، ما كانش الاحداث كانت بتحصل في كل المباريات اللي هي السابقه من خلال بعد الثوره. فالنهارده انا مش فاهم، يعني انت قصدك يعني ارضاء طرف على حساب طرف، ارضاء الاغلبيه ولا ارضاء؟ يعني انا مش عارف. يعني هو النهارده انا مش عارف بصراحه. امر عجيب. يعني احنا ما زلنا برضه ما زال اتحاد الكوره ولجنه المسابقات لجنه التظلمات تسعى لاستفزاز اهل بورسعيد. اذا كنا احنا بنتظلم من عدم احقيه التجنيد على النادي المصري، ف يعني ادبيا انك كمان بعد ما تجمد من هذه درجه ثانيه، يبقى انت يعني خلينا نتكلم بصراحه لا تسعى لاستفزاز الناس في بورسعيد. الكل قال ان التظلم ممكن يثبت العقوبه او يخففها، ولكن لا يزيد من حجم العقوبه. انسى هذه العقوبه ولن اقبلها طول حياتي. اذا كانت هذه العقوبه، فانا بقول ان لجنه التظلمات واتحاد الكره اتحاد فاشل ولجنه موظفين، ولست بصدد ان اعلق عن هؤلاء الناس. هناك محكمه رياضيه تحكم دوليه في زيورخ، تحكم ما بيننا وبين هذا اتحاد الكره الغير معترف به.